القمار الالكتروني واحد من بين الافكار الكثيره اللي تزرعونا في دماغنا بسبب يوتيوبرز رواقه انديه باجات ديال الميمز وزيد لدرجه وصلت حتى يكون اشهار في الشارع. وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا بزاف ديال الحوايج على القمر وعلاش ولاو كيتخسروا بزاف ديال الفلوس على قبل ترويج الشركات والجروبات ديال التليجرام. واش بصح تقدر دير فلوس من القمر؟ الا كنتي كتفكر انك تدخل القمر فرق غادي تكون محترف ان بلاتفورم غادي ديبوزي فيها فلوس ديالك. والغريب انه كاع بلاتفورم ديال القمر منهم وان اكس بيت لاين بيت من البيت كيتشابوا في الموني في الالعاب وفي اي حاجه من غير الكورز واللوغو، وهذا الشيء اللي كيتسمى بالريسكينغ ديال البلاتفورم. والا ما كنتيش عارف شنو هو الريسكينغ غادي نشرحوا لك بالزربه. ضروري غتكون لاحظتي بلي كاين شي جيمز بلاي ستور كيتشابوا في كل شيء من غير شي حوايج اللي بصح، بحال ديفلوبرز كيشريو الكود سورس ديال شي جيمز وكيبدلوا فيها اي حاجه على حسابهم شنو بغاو، وهذا الشيء اللي خدموا عليه هاد البلاتفورم باش يخليوك ما تحسش بالفرق ما بيناتهم. اغلبيه ديال الدراري اللي عمرهم جربوا هذا الشيء غادي يختاروا وان اكس بيت نظرا باللي هي اللي كتبروموتا بزاف وتعلق باكبر كذبه في هذا الشيء كامل، واللي هي البونيس ديال 1300 درهم. وكيدخلوا بزاف ديال الناس لهذا البلاتفورم. انت كتبغي دير فراسك مطور وغادي تبوزي 50 درهم باش تاخذ 1300 درهم وتخرج رابح، ولكن لا، لان نفترض درتي شي كود برومو وديبوزيتي فيه 50 درهم فرق غادي تعطيك 50 درهم في البونيس. حتى هنا كلشي مزيان، ولات عندك 100 درهم خرجها وانت رابح، ولكن ديك 50 درهم اللي كتعطيك في البونيس فيك وماشي الكونت ديالك اصلا، وميمكنش تخرجها الا بطريقه واحده واللي هي انك تلعب بها ورقه فيها 3 ديال الماتشات ولا اكثر، واللي خاص الكود ديالهم يكون اكثر من 1.40. وإلا ما فهمتيش شنو هو الكود تولي الاو دي دي، فراه هو الرقم اللي كيتضرب في الميز ديالك. مثلا كتلعبها فرقه اللي ناقصه ضد فرقه اللي واعره، فراه الكود غادي يكون طالع الا درتي فرقه اللي ناقصه غادي تربح، وغادي يكون نازل الا درتي الفرقه اللي واعره غتربح. فراه احتمال كبير ان الفرقه اللي واعره هي اللي غتربح، وهذا الشيء كامل كيتعمد غير على الزهر. والا كان عندك الزهر ودخلتك الورقه فرق ما غاتاخذش داك الشيء اللي ربحتي في ديك الورقه. وانا غنقول لك مبروك عليك، وغادي تاخذ بونus ديال 50 درهم وما كاين لا بونus ديال 1300 درهم لا والو. يوتيوب المغربي ما كيخرجش بزاف داكشي علاش كونتنت كرياتور اكسبتاو هاد الاشهارات واللي جاو بنظام افليتر ماركوتين، واللي هو كل واحد تسجل بكود برومو ديالك ولا دخل عن طريق اللينك ديالك غادي تاخذ عليها واحد كوميسيون ولا واحد العموله. نظرا الكونتنت كرياتور ما كياخذوش مبالغ محترمه مقارنه بالمجهودات ديالهم. هادشي اللي غادي يخلي بلاتفورم ديال القمر الالكتروني غادي يركزوا على الحملات الاعلانيه ديالهم غير على الدول اللي فيهم البطاله والفقر بنسبه كثيره، حيت صعيب انك تخلي يوتيوبر امريكي انه يدير لك اشهار لوان اكس بيت ويخلي الفانز ديالو ياخذوا عليك نظره اللي خايبه. هو اصلا كيتخلص من جوجل ادز في الدوبل على القمر ديال دوك الاشهارات. نبقاو في امريكان ومن جهه اخرى غادي نلقاو لي بلاتفورم اللي فيهم غير الكازينو بوحدهم اللي منهم ستيك اللي كيك براند ديالها ميستيك وان وين اللي هي براند ديال وان اكس بيت. غادي نلقاو هادو ثلاثه كيتساووا في الديزاين حتى هما نفس النظام ديال ريسكين ديال البلاتفورم، ولكن كاين وحده منهم اللي دايره بالبال في امريكان في واحد اللي دار لهم اشهار واللي هو مؤثر كبير في امريكان واللي هي تيك باشهار ديال دريك. هادشي اللي غادي يخلي بزاف ديال المراكنه يدخلوا القمر. الا كان كيصحاب لك اي واحد كيدير اشهار للقمر فراه نصاب فرق غلط. هي عنده يد في هذا الشيء ولكن ماشي سوقنا حيت مازال ما شفتي والو. وانا نقول لك وجد راسك اكبر نصابه في الويب اللي كيعيشوا حيد الرفاهيه بالخساره ديال واللي هما الجروب ديال التليجرام، حيت هما اصلا كيربحوا عن طريق خساره ديال. وهذه صفقه مربحه بالنسبه للبلاتفورم ديال القمر، انك تجمع كاميونيوت كبيره ديال الدراري اللي كيقمروا وتخسرهم دقه واحده فراه غادي يكون ربح كبير بالنسبه للشركات ديال القمر، حيت راه ايزي انك تشري طوموبيل باش تصور بها ريز وتبرومو جروب التليجرام ديالك. وراه ايزي في هذا العصر انك تفيك تصويره اللي كتبين فيه انك تربح الملايين ديال الدولارات، حيت ميمكنش انك توصل داك النيفو ديالهم وانت غير كتلعب، حيت اولا هادشي الكتروني وصعيب انك تربح في الجيمز كبحال ابل او كراش، حيت هاد الجيمز فيهم بوفلي كيحفظ الطريقه باش كتلعب انت، وحتى كتربح في الاول من بعد كيديلك فلوسك كاملين وتقدر تزيد ديبوزي غير باش ترجع فلوسك. وهذه هي النقطه الخايبه في القمر. فعلا ربحتي غادي تزيد تطمع وغادي تربح اكثر، ولكن في النهايه غادي تخسر، واذا خسرتي غتبغي ترجع فلوسك باي طريقه وفي النهايه غادي تخسر. والسؤال هو واش تقدر دير فلوس من القمر؟ الجواب هو ولا لا. اذا اختاريتي انك تكون من النصابه ديال التليجرام وتربح على دار الخساره ديال الناس، ولا هي انك قررتي انك تغامر بفلوسك وتمشي تلعب في هاد البلاتفورم. هذا ما كان في هذا الفيديو الاخوان. دير لايك دير هذاك ابوني الا كنتي كاع ما درتيها، خلي شي كومونتير باش تريكوموند الفيديو. كان معكم حميد، تهلاو في راسكم.